طردها في الشارع بالملابس الداخلية. جوز تحية كاريوكا سرق أموالها وشقتها وذهبها، وندم بعد ذلك بعد فوات الأوان. وقبل الخبر من فضلكم لايك واشتراك في القناة، أختكم محتاجة دعمكم. بكى عند قدميها وهي على فراش الموت زوجها رقم 13. وأصعب زيجة للفنانة تحية كاريوكا بعد قيام زوجها فايز حلاوة بالاستيلاء على كل ممتلكاتها ومجوهراتها والملابس وشقتها وذهبها بمنطقة الزمالك، وطردها منها وهي بملابس الداخلية، ملابس البيت والشبشب والجلابية. وخرجت الفنانة تحية كاريوكا من شقتها ومن بيتها ومن العمارة من سلم الخدامين حتى لا يراها أحد. وثم اتجوز عليها من الإعلامية فريال صالح في نفس الشقة. واضطرت الفنانة تحية كاريوكا للعيش في شقة صغيرة في منطقة الدقي تعاني من ضيق الحال بعد أن كانت من الأثرياء. وقبل وفاتها وهي على فراش الموت ذهب إليها فايز حلاوة باكيا ونادما تحت قدميها، وسألها: مش زعلان على شقتك وفلوسك وذهبك ومجوهراتك اللي راحوا؟ وردت الفنانة تحية كاريوكا: يمكن الفلوس دي كان ربنا ما كانش راضي عنها وخلصتني منها، الحمد لله.